يا شباب حياكم الله. حاجات لازم تعملها في جاتا 5 الجزء الثاني. اولا ازاي تتباكس على العصابات اللي في اللعبه من غير ما يتعلم عليه. ايه ده؟ الله عينك. ومنهم اخطر العصابات قولا وفعلا عصابه الزرازير او البولس. هتقولي بسيطه يا معز، هخش عليهم لوحدي وعلى رجلي من غير بني ادم حراسه. هي رجوله وكل حاجه، بس نفرض انك موتت واحد واثنين وثلاثه، هتعمل ايه في الباقي يا بابا؟ فجر يا حبيبي فجر. عشان كده انا جبت لك كام طريقه تتباكس عليهم من غير ما يتعلم عليه. اول حاجه انك تخش على واحد فيهم ويكون لوحده وتتباكس عليه. كنت ريحت لك يومين، ده الصومان ولعه والناس بتقطع في بعض. يا راجل بقول لك يا باشا، لو معاك حاجه دريها بقى عشان بيلموا الاشكال اللي شبهك دي. انت راجل. لا لا لا، نزل ايدك في حاجه اسمها بوج. هوبا. منفعش، خلاص خش عليهم وافرك بالعربيه المكلارن قدامهم. يا شباب شفت العربيه الجديده بتاعتي؟ هتلاقي امك اللي جايبها لك. منفعش برضو كده، مفيش حل غير انك تخش وبرعي معاك. تعالى يا برعي، كاتش على الراجل ده كده. في محشي غرفنا. شطور يا برعي، شطور اخويا. يلا بينا يلا بينا، هنخش على شويه الزرازير دول. كاتش على ابن الكلب ده. يلا يا برعي اقرب. تعالى انا وده كمان يا برعي. لازم اركبه. اخلص يا اسطى، هموت بسرعه بسرعه وحياه امك، في واحد تاني اهو. تعالى انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا اللي بعده. كده اي حد فيهم هيفتح بقه هديله بالجزمه، وكل ده بفضل برعي. تقريبا كده انا جربت كل حاجه لدرجه اني وقفت بالعربيه ما عملتش حاجه، ضربوني برضو. انا اتمرمنت قوي يا راجل. بس لسه في امل ابو عمر ان اكلم البوليس. تضرب فين يا شواحه؟ بس مش هكلمه عشان يضربهم ويجيب لي حقي، عشان انا لما عملت كده اتضرب معايا عادي. انا هفتح الحوار مع الحكومه جوه منطقتهم واشوف ايه اللي هيحصل. انت بتعمل ايه عندك يا حيوان؟ يا رجاله يا عصابه الزرازير يا سيد شيبه الحقونا. يلا انتوا راجعين ولا ايه؟ ارجع ورا. من بعيد سامع سرينا حملة النازلين علينا. يا نهار اسود، انا عملت كل ده؟ ما تحسسنيش ان انا السبب يا جدعان. طيب تمام، الحق انا بقى اصلي العصر. السلام عليكم عم منصور، الحقني يا عمي. هنموت يا عمك. ما تخافش، مش هنموت. هنموت يا عمك. خليك راجل زي ابوك، ما تخافش. الله يرحمك يا عم منصور. قوم سليمان بالله عليك والله هتفشخ. اللي وانت عيان ولا ايه؟ ايه اللي يا عم منصور يا ولد الكلب؟ ايه اللي يا عم منصور؟ انا هحلم. انا من رايي كفايه عصابات لحد كده، وخلينا نروح اهدى مكان في العالم، مكان فيه شبح. حلوه قوي دي. والشبح ده البنت نطت من فوق الجبل، وبيظهر كل يوم الساعه 11 بالليل. بس اقف دي انتحرت ليه بقى؟ دي عشان حبيبها كان بيخونها مع بيت، فقامت من كتر الزعل ما قدرتش تستحمل وطلعت هنا كتبت له رساله وانتحر. وهل هو بقى شاف الرساله ولا عمل انه ما ردش؟ يا عمر فاضل من الزمن دقيقه. بتصدق ايه ده؟ جاني جني غصير مصري. كل ده عشان ما ردش عليك يا ملكه، وكان اسمه جاك وسخ كلب. بص هو يعني تعاطفا معاكي. هوبا. ده غير ان في حاجات تانية كتير ممكن تعملها. اولا لازم تقلب محل السوبر ماركت، وهنا عندك حلين. اول حل انك تخش لوحدك. افتح الطريق يا ابني عشان ابو محمد ده. عم الناس بقول لك ايه، عايز جميع انواع السجاير تحطهم لي في الشنطه دي بسرعه. ما تحطليش كليوباترا عشان ما بحبهاش، غاليه ومعفنه شبهك كده. بسرعه. وقت مساحي الزباله يا زباله. ترميها على الارض يا عم عبده. هي دي الاخلاق اللي اتربينا عليها؟ ايه ده انت كمان حطيت لي كليوباترا؟ لا ده انت قليل الادب بقى. والحل التاني انك تخش ومعاك كلب. عمو بص الكلب بتاعي عمو اسمه ريكس. ريكس ده بقى عمو بيتعصب لما يلاقي خزنه مقفوله. بسرعه عشان والله هسيبه عليه. لا يا ريكس لا، خد تعالى هنا استنى. تعالى. انا عملت ايه؟ وربنا ما هسيبك، وربنا ما هسيبك. مشهد قاسي جدا. خلاص يا ابني مات سيبه بقى سيبه. ابراهيم ارحمني. وبرضه لو حبيت تجيب فاكهه من الفكهاني لاولادك ما يجراش حاجه برضه. ايوه كاكا. صباح الفل يا معلم، جايلك بدري اهو عشان اخد اللي على وش القفص. ايه عندك موز؟ ثانيا انك تساعد الناس، يعني مثلا لو الشرطه بتطارد حد حاول تساعدهم. هزنقلك عليها يا سياده الريس. يلا حبيبي مع بعضينا. جد محسوبك كلب في السواقع. ولا اوريك. اقف يا اي خدمه يا سعاده الباشا. الشعب والشرطه في خدمه الوطن، هو ده الوطن. اديله يا باشا، اديله على بقه، اديله ابن الكلب يا حرامي. اي خدمه يا رجاله. انا عملت ايه يا باشا؟ انا على والله العظيم انت يا ابن كلب. اديله يا ريكس، اديله ابن الكلب. دفاع جوه العربيه. ايه يابا صباح الفل. الجو اللي هناك ده مش واكل معاك في حاجه. انا اسمي كلبز، بقرا عجل دب برميل لوح حلو.
او لو واحده اتسرقت منها شنطتها حاول ترجعها لها. يا ابني الجزمه حرامي، تعالى يا ابن الكلب. اوعدني انك هتتغير. لا بس هعمل حاجه ثانيه يا باشا. هي دي المحفظه بتاعتك حضرتك؟ هي دي المحفظه؟ شدها لك. شدها لك. على السلامه. انت بيجح قوي. بص لك ازاي. بس انا ايه مش عاجبك ولا ايه؟ والله العظيم احصرك على حياتك. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يلا ينعل ابوكوا كلكم. وسع يا عم. وسع. انا مش عارف اركب يا عم، مش عارف اركب يا عم. يا عم عدي يا عم عدي. ويا سلام بقى لو اتسرقت منها عربيه، هتبقى راجل قوي في نظرها لو رجعت لها العربيه دي. ما تخافيش يا ملكه هجيبها لك. اقف يا عربيتك في امان يا ملكه. اتفضلي يا حبيبتي، حفظك الله في سلكة الموتى مع انقطاع التيار الكهربي. 01220 5 وحي. يلا يا ابن واهم حاجه سلوكك مع الناس يبقى محترم، حتى لو ماشي بالعربيه وخبطت في واحد انزل اتفاهم معاه بهدوء. يا ابني ما انت شايفني بعدي يا ابني احرق. ده نازل لي. تعالى انت الكبير. استنى اشوفه بس عايز ايه. انا راكن لك اهو. تعالى. نعم. جاي معاك بايه يا عم؟ طب بص بقى انا ما بحلش غير ببوازيك. ده غير انك لو لقيت شحات اعطف عليه. زبال يا معفن يا اللي مش هتنضف. ثالثا واخيرا لو طلبت معاك بسفه روح قاعه اللؤلؤه. و300,000 اهلا وسهلا بالرجاله اللي مشرفينا في قاعه اللؤلؤه. واسمع اغنيه مشكلني حبك يا روح الروح. تحيه بالآلي الاحلى، رجاله مشرفانا والله. يا معلم الجو ده مش واكل معاك في حاجه ولا ايه؟ انت ابن